عم خالد عامل ايه؟ تمام الحمد الحمد لله. لله ربنا كرمني الحمد لله واستلمت الشقه بتاعتي الحمد لله الحمد لله. فعاوز ابدا بقى بالمطبخ بقى، انت عارف ان شاء المطبخ الله بقى ان شاء تفاصيله الله كتيره وعاوزك ان بقى شاء توجهني. الله. يعني الشقة لسه بتشطب فيها ولا على الطوب الاحمر؟ لا لسه على الطوب الاحمر والله. طب كويس، نبدأ نعرف ايه الأجهزة اللي انت عايز تجيبها ونبدأ نعمل تصميم الأول قبل ما تعمل أي حاجة. ايه ده، يعني اعمل التصميم الاول لل 3 دي قبل اي شيء؟ ده أهم حاجة طبعا عشان نعرف نطلع مطبخ مظبوط ونعرف نحدد مكان الكهرباء فين ومكان السباكة فين نقدر نعمل تعديل. هو لسه المطبخ في ايدينا يعني. ده انا كنت ناوي اصلا اشطب واخلص بعد كده اجي لك ده. لا 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 سبحان لا، الله انا هو جيت لك اهم دلوقتي حاجة يعني. اهم حاجة المرحلة دي يعني. طالما عملت تصميم من الاول نعرف نعمل نتيجة مطبخ كويس. مفيش حاجة تتفرض علينا، اللي احنا عايزينه نعمله. مكان الغسالة نحددها، مكان الحوض صح. الخامات بقى دي حسب يعني. احنا بنفضل عامة الكونتر حسب يعني كنت بتحب اللميع او المط او الكلام ده. لا لاموتان كويس بس يعني مش في المطابخ، يعني في المطابخ بيبقى ضعيف وصيانته صعبة وامكانياته في التصنيع يعني ما تعرفش تاخد اللي انت عايزه منه يعني محدود في التصنيع. باشا ما فيش اقوى منه واحسن منه، اهم حاجة الخبرة وانك بتصنعه ازاي. يعني بالنسبة للمية والحشرات ما فيش الكلام ده. الخشب بيتحمل المية ويتحمل السخونية ويتحمل كل حاجة. مفيش حاجة اسمها حشرات. الحشرات هتيجي في المطبخ، هتيجي في الخشب، هتيجي في الألمونيوم. الجلسة دي يفضل ما تتعملش. الجلسة دي بتحكم كل حاجة ومش عملية وبتلم تحتيها نمل وحشرات ومش مظبوط. يفضل المطبخ يبقى من غير جلسة. يعني كانوا عاملينها ليه اصلا؟ كان زمان بقى يعني. النهارده الدنيا بتتطور، في رجول وفي وزر وفي حاجات نازلة أحدث يعني. فدي افضل مقاومه وما تستحمل ومطبخ يعيش معاك اكتر وسهل التحكم في التصميم. سوفت كلوز يعني ممكن تبقى حاجه ماليزي كويسه، وفي بقى اللي هو البلوم والكلام ده، بس في حاجات وسطيه نفس بتأدي نفس الغرض. في مقابض ابعد عنها، في مقابض هو اللي بيفضل المقابض البلت ان افضل عشان منظر وشياكه، وبرضه بيحمي الخشب من الميه تنزل عليه. كنا ذكرنا الخبره بقى، فقول لي انا دلوقتي مثلا لقيت واحد بيقول لي كمثال متر المطبخ يبقى واقف عليا مثلا بسعر كذا، وواحد تاني بيقول لي سعر تاني. فواحد بيقول لي لا ده متر طولي والله. كل واحد بقى بيحسب بطريقته وكل واحد. المهم في الاخر هو المطبخ يعني. ممكن حد يقول لك متر طولي مثلا يقول لك 15 متر، وممكن متر مربع يبقى مثلا حدود 12 متر. هو الفرق ال 3 متر دول هم اللي يعني ده مثلا ممكن يقول السعر 3000 وده مثلا يقول لك 4. هو الفرق ما بينهم اللي هو زود 3 متر، وده مش مظبوط. هو المتر المسطح هو المظبوط. يعني لما اسال على المتر المسطح كل واحدة بتتحسب ارتفاعها، وده غير الطولي بيحسب ارتفاع واحد. في 90 يحسبه متر ويحسب 70 متر. ففي الاخر ده لو هيتكلف 30 هو ده هيتكلف 30. هو المطبخ اللي بيفرض نفسه في التصميم بتاعه يعني لو لسه ما عملناش السباكة بنقدر نظبط زي ما احنا عايزين، لكن ما اتفرض علينا بنبدأ برضه بنجتهد وبنحاول نظبط على قد ما بنقدر. بالنسبة للكونتر أهم حاجة يكون مقفل يعني ما يكونش فيه مطبات، ما يكونش فيه يعني المسطح بتاعه عدل. تمام. متفرقش بقى الشركة نوعيتها ايه. تمام ده كده كنت انت بتضمن لنا الموضوع ده يعني. لا هو برضه الشغل اكتريته برضه مش كونتر لوحده. الخبره والتصنيع اهم حاجه برضه يعني. ليه عامل اكيد يعني مش يعني برضه الخامه كويسه مع خبره ومع التصنيع يعني تاخد نتيجه كويسه. وبالنسبه للالوان الاتش بي اللات الالماني بتبقى برضه خامات زي كده يعني مقاومه للخربشه والتجويح تمام. وده لما بيبقى بقى MDF زي كده لازم يبقى عشان يطلع درجة لمعة عالية زي كده لازم يبقى على MDF. مفيش حاجة اسمها على كونتر يعني. حتى لو هيتعمل على كونتر مع الوقت يعمل مشاكل يعني. تمام. وده بيبقى في الحاجات اللي هي احنا بنفضل نعمله في العلو افضل. مظبوط. ما نحطوش في الحاجات السفلية عشان دل عليها مية ويوسع المكان ويبقى ليه شكل يعني. تمام. واللون طبعا كده الالوان موجودة كتير. اظبطها كده معاك. الالوان موجودة كتير.
وبالنسبة للعلب السفلي دي احنا تحت الرخام ده في ناس ما بتعملش زي، يعني احنا تحت الرخام ده في كونتر ما بيبقاش العلبة مفتوحة زي الوحدات الألمونيا، فدي بتفرق في المتانة ومتانة الرخام ما يريحش ما ي... حلو قوي حلو قوي. يعني من جوه هنا في طبقه كمان. ده مش فكره. حلو جدا. الألمونيا وبرضه بنحاول في حتة الاكسسوار دي، يعني مثلا دي ضافة احنا بنوفر الكورنر ده النهارده بقى بفلوس كتير، فدي أفيد وأسرع وأحلى اكيد. أو ما وعملي بتدفعش كمان. فلوس فيها. ده بالنسبة للاكسسوار بنحاول نتفاداه على قد ما بنقدر يعني. وفي بقى زي وحدة ازاز زي كده ممكن نجيبها ستانلس، وفي واحدة ممكن نعملها خشبي زي كده، والخشبي أمتن يعني، بحيث لو باظت المجرة ممكن تتغير وترجع التانية اللي ستانلس لو باظت بتترمي كلها. حلو اللون ده والله.